كل حجر من هذه القلعة ينبض طموح لا يعرف المستحيل، وإرث يروي حكاية مجد صنعه الأبطال. وهكذا كانت البداية لأكبر قلعة رياضية في مصر. إعادة هيكلة، تعيين جون إدوارد، اعتزال الأساطير ورحيل لاعبين، مدير فني جديد والفرع الجديد للنادي. هو إيه اللي بيحصل في الزمالك بالظبط؟ تعالوا نشوف. أفضل صفقة للزمالك في آخر 20 سنة تقريبا من وقت كمال درويش. الزمالك أخيرا بدأ يفكر ويعرف إن المشكلة المالية بتاعته مش هيعرف يحلها غير لما يحل مشكلة الإدارة الأول. وأيوة زي ما أنت تخيلت كده دلوقتي، إحنا الزمالك بجمهورنا وتاريخنا، ولكن ما عندناش إدارة ولا موارد، وعشان كده دي أفضل صفقة في الآخر 20 سنة للزمالك. وبأسأل مرتضى منصور، جون إدوارد هيبقى مدير رياضي وهيكون المسؤول الأول عن الصفقات الجديدة والتعاقدات، وكمان هيسوق اللعيبة اللي هتمشي من الزمالك علشان يقدر يطلع منهم أي مبالغ نقدر نجيب بيها صفقات جديدة. بمجرد ان جون والإدارة خلاص اتفقوا، وجون هو دلوقتي المتحكم الوحيد في الإدارة وفي الكورة في نادي الزمالك، تعال نشوف ايه اللي حصل وتعال احكي لك بالظبط بالتفاصيل. عد معايا كده. 1. التعاقد مع شركة نايكي بعقد حوالي 3 مليون دولار. العقد ملابس بس، انت مش هيجيلك فلوس، بس دي لازم نقف عندها شوية. الزمالك بقاله فترة كبيرة جدا هو بيتعامل مع شركات كويسة وبتجتهد وكل حاجة، لكن مش شركات عالمية، وده شيء رسمي مش تصريح وخلاص. 2. جون خد قرار انه محدش هيبقى ليه سلطة على ملف الكورة غيره، ودلوقتي ميدو خلاص ساب الكورة خالص في الزمالك وهيرجع تاني للإعلام. 3. السرية التامة داخل النادي ومفيش تسريبات، حتى تسريبات المدير الفني الجديد بيتقال من البرامج وبتتقال من البرامج علشان جايباها من بره نادي الزمالك مش من جوه النادي زي ما كان بيحصل قبل كده. 4. التحكم الكامل في موارد كرة القدم بدون تدخل من أي حد في الإدارة زي ما كان بيحصل قبل كده. 5. مفيش أي لاعب هيمشي من النادي ببلاش، الكل هيتم تسويقه علشان ندخل فلوس زيادة للنادي. 6. وهو الحمد لله أخيرا خلاص بقى في خطة للنادي للمشاركة في كأس العالم 2029. ولا أنت عايز بيراميدز ياكل وشنا؟